من جانب مهدي علامة، حاول المرور يراوغ مهدي علامة يمر يعدي يوزع ومحاولة والسيفي وجول. هشام السيفي يتمكن من التهديف، أول هدف للفيصلي، يضرب بقوة التونسي هشام السيفي، ثالث الأهداف في قائمة الهدافين بالنسبة لهشام الفيصلي. القدام يلعب إلى الأمام، يسجل هدف الاطمئنان في الشوط الأول بهدف مستحق نظرا للسيطرة الفيصلوية في دخول هشام السيفي لمنطقة العمليات، المنطقة التي يحبذها كثيرا هذا المهاجم القناص. ماكينة أهداف تونسية، 32 سنة، مثال الصبر والتضحية والمثابرة والعمل. السيفي يتمكن من افتتاح النتيجة وتسجيل أول هدف في المباراة القوية بكرة ومحاولة وخطأ كان محمد. لمن ستكون الكلمة الأخيرة؟ يمشي أحمد العرسان، يتقدم العرسان، جول 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 جول، الهدف الثاني للنادي الفيصلي. سجدة الشكر لله. الفيصلي يتقدم بهدفين مقابل 0 على نادي السلط في شوط أول صعب جدا للسلط أمام جماهيره فوق أرضية ميدانه، والفيصلي بنجاعة كبيرة في مباراة اليوم، في مباراة القمة يتمكن من تضعيف النتيجة، أي بداية وأحلى انطلاقة لراتب العوضات في قيادة فنية جديدة متجددة مع الزعيم العرسان. يقدم في مباراة جيدة محترمة جدا، ما زالت الخطورة على دفاع، جول، روعة 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 روعة، إبداع يا هشام، إبداع يا سيفي، با 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 با، ملا كورة ملا بونتو ملا هدف من هشام السيفي، رائع جدا. هشام ينحت اسمه من ذهب في مباراة اليوم، 3 أهداف، 2 لهشام وهدف آخر من صناعة السيفي بهدف سيبقى في تاريخ الكرة الأردنية وفي تاريخ مواجهات السلط والفيصلي. ممتاز جدا بكيفية رائعة. هشام السيفي يتمكن من تسجيل الدوبلي والثالث الأهداف بحركة فنية رائعة وهدف ممتاز، هدف جميل، هدف رائع. بعد هذه الكرة وهذه الركنية ملعوبة، التوزيع من أحمد العرسان، شوف السيفي على مستوى الالتقاط، المتابعة، الكنترول باليمين ثم تصويبة أخرى. كرة في وسط الميدان، تعود مرة أخرى كرة طويلة، عمر هاني، محاولة وصعود للحارس وما زالت بني عطية، خطيرة هذه الكرة. بني عطية يحاول يدخل البوكس، يلعب كرة، التصويبة ممتاز، روعة، هدف المصري محمد ماجد أونيش، رائع جدا، ممتاز، وفي لعاداته لتسجيل الأهداف الجميلة. المصري محمد ماجد يوقع الهدف الرابع لنادي الفيصلي، ختام مهرجان الأهداف بكرة ممتازة ولا أحلى من جانب محمد ماجد، رائعة ممتازة جدا، حس فني كبير لدى هذا المهاجم المصري، رائعة كانت بعد كرة من بني عطية، التمهيد، نظرة ثم تسديدة في المرمى.